بسم الله الرحمن الرحيم. ولسه مكملين مع بعض سلسلة الوصفات الصحية. هنعمل النهاردة إن شاء الله الحواوشي الإسكندراني بطريقة سهلة وبسيطة، وهنحط فيها كده كمية خضار كبيرة عشان تناسب الناس اللي بتعمل دايت، وكمان لمرضى السكر. طريقة سهلة وبسيطة، تابعوني كده إن شاء الله وشوفوا كل الخطوات. اول حاجه معايا كوبايتين من الدقيق الحبه الكامله، عليهم معلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخل. وبعد كده هنزل بالميه تدريجي، وطبعا على حسب نوع الدقيق. هنشوف هناخد ميه قد ايه. تقدري طبعا تستخدمي لبن او زبادي او لبن رايب، يعني الحاجة المتاحة عندك استخدميها. أنا ضفت هنا مية تقريبا حوالي كوباية إلا ربع. نعجن كويس جدا لحد ما العجينة تلم معانا. العجينة هنا طرية بس مش بتلزق. ضفت هنا معلقة كبيرة من الزيت، ممكن برضو تضيفي سمنة أو زبدة، برضو الحاجة اللي موجودة عندك، ونبدأ نعجن تاني لحد ما العجينة تنعم معانا بالشكل ده. هنسيبها بقى ترتاح حوالي ربع ساعة، وبعد كده هنبدأ نقسمها. العجينة دي هعمل بيها رغيفين من الحواوشي. طبعا تقدري تضاعفي الكمية زي ما تحبي. أنا هقسمها لأربع أجزاء عشان هعمل رغيفين مدورين. لو عايزة الرغيف قطعة واحدة تقدري برضو تعمليه بكل سهولة، وتقسمي الرغيف كده بعد ما تضيفي الحشوة. بكورها بالشكل ده وبسيبها بقى شوية ترتاح، يعني حوالي ربع ساعة أو نص ساعة لحد ما أجهز خلطة الحواوشي. أنا أعملها خلطة صحية، يعني فيها نسبة خضار كبيرة، يعني تقريبا ربع من كل نوع. ضفت هنا فلفل ألوان أحمر وأخضر وأصفر، وضفت كمان بصل ممكن تقطعيه عادي أو بشر يكون خشن. احنا مش عايزين الخضار يكون فيه نسبة سوائل. وبعد كده ضفت هنا أقل من ربع كيلو من اللحمة المفرومة. يعني هنا لو شفتوا نسبة اللحمة قليلة جدا بالنسبة للخضار، ودي حاجة طبعا اختياري. تقدري تعمليها باللحمة والبصل بس، تقدري انت تضيفي كمية الخضار دي. ضفت بقى كمان قرن شطة. ضفت هنا معلقة كبيرة من بهارات الحواوشي اللي موجودة في المحلات، تقدري تستبدليها بمعلقة من الفلفل الأسمر وبهارات اللحمة أو البهارات السبعة. الحاجة برضو اللي موجودة عندك تقدري تستخدميها. ضفت معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الملح، لأن البهارات بيبقى فيها نسبة برضو ملح عالية. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض، وزي ما قلت لكم تقدروا ان انتوا تقللوا في نسبة الخضار جدا، على حسب طبعا ما تحبوا. يعني الخضار ده اختياري، بس هو مناسب جدا للناس اللي بتعمل دايت. طبعا بيبقى بصراحة مفيد جدا ليهم، وتعتبر كده وجبة متكاملة، فيها الخضار وفيها البروتين وفيها العيش، يعني بصراحة بتبقى جميلة جدا. هنبدأ بقى هنا العيش رفع معانا. طبعا ده تقريبا بعد حوالي ربع ساعة أو نص ساعة، يعني تقريبا على ما جهزت الخلطة. ببدأ أفرد العيش، يعني احنا بنحط حبة دقيق كده تحت الرغيف، بس نحاول السطح ما يبقاش فيه أي دقيق عشان لما نيجي نحط رغيفين على بعض يمسكوا كويس مع بعض. وبدأت أفرد الرغيف التاني. انا بفرد هنا الرغيف رقيق مش سميك، وده طبعا تبع الرغبة. يعني لو بتحبي الرغيف سميك شوية، طبعا براحتك خالص، بس في الحالة دي بتخرمي الرغيف قبل ما تضيفي الحشوة عشان ما ينتفخش قوي في الفرن. انا هنا مش هخرمه طبعا عشان هو اساسا مش سميك قوي. ببدأ هنا أنا قسمت الخلطة على جزئين بالظبط، تقدري برضو تعملي عدد أرغفة أكبر. بفرد بقى الخلطة وبسيب الجزء الخارجي عشان أقدر إن أنا أحط الرغيف التاني وأبدأ أثبتهم مع بعض. بضغط بقى الأطراف.
طبعا احنا مش حاطين دقيق على الوش، عشان كده الرغيف بيتماسك مع بعض كويس. بثبت الطرف زي ما احنا شايفين، طريقة سهلة جدا. بحط الرغيف على ورق زبدة بالشكل ده، وهبدأ برضو أثبت الطرف بالشوكة ونضغط قوي، عشان طبعا الرغيف يبقى متماسك والحشوة ما تخرجش منه. طبعا الحشوة فيها نسبة برضو سوائل في الخضار، فعايزين نثبت الأطراف كويس. هنبدأ نعمل الرغيف التاني بنفس الطريقة، برضو هنفرد رغيفين ونحط الحشوة، ونبدأ نثبت الرغيفين مع بعض. تقدري طبعا تعمليه مدور زي ما انا عملته كده، او طبقة واحدة وتقسميها، او تقدري كمان تقللي كمية اللحمة في الرغيف وتحطي جزء من الحشوة بره، وتضيفي جبنة موتزاريلا وجبنة رومي على الوش وكاتشب، بيبقى كده حواوشي وش بيتزا. برضو بيبقى حلو جدا، وانا عملته قبل كده بس بالدقيق الابيض. شوفوا هنا برضو بثبت الرغيف التاني بالشوكة. هنجيب بيضة ونضيف عليها ربع معلقة من الفلفل الأسمر ورشة ملح بسيطة، ونقلبهم مع بعض كويس جدا، ونبدأ ندهن الوش زي ما احنا شايفين. كمية الدقيق برضو واضحة على وش الرغيف. بندهنها كويس بالبيض، وممكن نستخدم لبن في الخطوة دي. وندهن برضو الرغيف التاني بنفس الطريقة. رشيت بقى حبة سمسم وحبة البركة. وفي الوقت ده بشغل الفرن على أعلى درجة حرارة، يعني تقريبا 200 أو 220، وبدخل الصواني على الرف الأوسط، وبشغل المروحة. لو مفيش مروحة بتشغلي الشواية. الحواوشي زي معظم المخبوزات بنحتاج نار حامية عشان يفضل طري وما ينشفش في الفرن. بياخد تقريبا من ربع ساعة لتلت ساعة. ناخد بالنا من التسوية ونحرك الصواني باستمرار عشان تاخد لون موحد. شوفوا حواوشي طالع تحفة ولونه جميل جدا، وشوفوا متماسك. طبعا الطبقة نفسها مش سميكة قوي، فالرغيف كده بيكون ماسك نفسه بجد. ريحته حلوة قوي، واحلى كتير من الحواوشي اللي عملته قبل كده بالدقيق الابيض. شو بقى التسوية مظبوطة، وبصراحة طلع حلو قوي. هنقسمه كده عشان اوريكم التسوية من جوه. شوفوا اللحمة مستوية وجميل جدا، وكمان طبقة العجين مش سميكة قوي. بتقطعي بقى كده مثلثات، لان طبعا هو الرغيف حجمه كبير شوية. وقدميه مع بطاطس محمرة وحبة مخلل كده، بجد جميل جدا. بتمنى بقى تجربوا وصفة النهاردة، وتشوفوا باقي الوصفات اللي انا عملتها بدي الحبة الكاملة موجودة عندي على القناة. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى اللي ما اشتركش في قناتي ينزل يشترك في القناة، وفعلوا زر الجرس على الكل عشان توصلكم كل وصفاتي الجديدة أول بأول. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.